برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكريم، أنا بحبه بشكل شخصي، كابتن إسماعيل حفني، المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي. أهلا وسهلا بك كابتن إسماعيل. خير، سنة طيبين. مفتقدك بقالي فترة طويلة، ربنا يخليك، تحت أمرك. وطلبتك قبل رمضان عشان قلت لي هعزمك على السحور وطنشتني، فأنا مش ناسي والعزومة لسه عليك. الحقوق صح، بس انت اعترفت قدام الناس ان انت عزمتني وما وفقتش، بس ما علينا. لا ان شاء الله انا هسامح كابتن اسماعيل لان بحبه. ان شاء الله. خلينا نبدا موضوعنا كابتن اسماعيل، بس بشكل عام قبل ما ندخل في النادي الاسماعيلي. يعني الزميل احمد امين رئيس تحرير البرنامج يعني اعد كده احصائيه لطيفه ان احنا عندنا مجموعه كبيره من المحترفين خارج مصر. لو قلنا اسماء مش هقولها كلها لان عدد كبير، مش كبير قوي يعني، بس ايه، لما نتكلم عن ميدو، احمد المحمدي، ادم العبد، محمد صلاح في بازل السويسري، في نادي الليرس عندنا دود الجباس واحمد سمير فرج، عندنا في تركيا عمرو زكي وحسام حسن، شريف اشرف في الدوري الفنلندي، احمد حسن كوكا ده في الدوري البرتغالي، عفروتو في اذربيجان، احمد عز الرجال في السويد، في طبعا في الوطن العربي كابتن حسني عبد ربه في السعوديه، حجازي من حجازي طبعا في فورنتينا، عندنا محمد زيدان وشيكابالا في الوصل الاماراتي، وعصام الحضري في المريخ السوداني. مجموعه من المحترفين. هو سؤال بشكل مباشر، انت شايف الاحتراف، خاصه ان معظم المحترفين في الدوري الاوروبي كتير منهم في درجة تانية ودوريات تعتبر ما هيش دوريات قوية، شايف الاحتراف بالنسبة للاعب المصري هي حقيقة ولا احنا عايشين الوهم مع محترفيننا بره؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبرضه مش عايزين نقلل من شأن الاحتراف الخارجي حتى نعم. لو كان في أندية في أوروبا درجة تانية. نعم. على أساس إن عايزين نشجع الاحتراف الحقيقي. جميل. فهو ممكن بيبدأ من الدرجة التانية، مفيش مشاكل عندي، دوري منتظم. يعني انت برضو في القنوات الرياضية بتجيب القسم الثاني في فرنسا، في ايطاليا، نتفرج عليه. نعم. منتظم جدا وقوي جدا، وفيه مدربين عاليين جدا. رانييري الايطالي بيدرب موناكو في فرنسا، نعم. درجة تانية. نعم. يعني ما فيش حرج انه يمسك نادي كبير من ايطاليا، كان ماسك جوفنتوس وكان ماسك اندية كبيرة. نعم. لازم نشجع الاحتراف، ما نقولش لا ده انت في نادي مش عارف ايه، لا دي البدايه وتشجع، وبعدين لو فرض ان هو ظهر بشكل جيد ممكن ينتقل لنادي زي ما برضو زيدان كانت بدايته في الدنمارك انديه مغموره، وبدا يتعرف واثبت ذاته، وانتقل بعد كده دورتموند وخد يعني دوري لولا الاصابه وكده فانا بنقول احنا عايزين نشجع الاحتراف ايا كان العدد. دلوقتي احنا عايزين نزوده على اساس منتخب مصر هو اللي يستفيد الاكبر. وانا عايز اتكلم للاحتراف. انا عايز اتكلم على ثقافه الاحتراف. انا طبعا مش ضد الاحتراف، ومش عايزين برضو يعني نقول مره واحده يطلع لنا لعيب مثلا على سبيل المثال زي حجازي او زي احمد فتحي في توقيت من التوقيتات، او متعب، او ايا كان اللاعب، او عمرو زكي، ونقول عايزين يوصل ريال مدريد او ليفربول او وفي النهايه. بس انا بتكلم على الثقافه عندنا. اللعيب بيروح نادي محترم، يعني عمرو زكي راح كسر الدنيا في انجلترا، ولكن في النهايه فين عمرو زكي دلوقتي؟ حتى في الدوري التركي حتى هذه اللحظات ما فيش بصمه ليه. ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن، احنا فين من ثقافه الاحتراف؟ هو برضه ثقافه الاحتراف بتبدا من مصر برضه. انا بتكلم فين التكمله بعد كده بتبدا من مصر برضو، لان برضو في يعني في لعيبه يعني برضو الهوم سيكنس، يعني هو يسافر بره ويحس بالغربه ويحس مش عارف ايه، ولا يتكيف مع الوضع في اوروبا، لانه حاش بطريقته العاديه المبسطه. هنا بيحب تشجيع جماهيره، بيحب يعيش البلد اللي هو يعرفها، بيعيش اهليته. فلا بد ان احنا نقول الاحتراف نشجعه، نتخلص من العيوب او السلبيات دي ازاي؟ ونزود الثقافه في مصر هنا اللعيب، ويبقى الدوري بتاعنا منتظم. واحنا برضو الفتره الاخيره طبعا بالنسبه للناشئين بتاعتنا الدوري مش منتظم. على اساس برضو الحاله اللي احنا ماشيين فيها طبعا نتمنى انها تزول ان شاء الله، يرجع الدوري اقوى من الاول ان شاء الله، بحيث يبقى في ثقافه. انت هتسافر ان شاء الله ابدا بكذا الاختيار اللي يتعرض عليك مثلا الناديين، الاختيار الانسب ليك على اساس تستمر وتنتقل منه من الدرجه الثانيه زي ما حضرتك قلت للدرجه الاولى. صحيح. لدوله اخرى اقوى في الدوريات الاوروبيه. يعني احمد المحمدي اقوى في هال سيتي في الدرجه الثانيه من ساندرلاند اللي هو ما كانش بيلعب فيه، ممكن يعود بس قناعه مدير فني بيه. وممكن يعود بعد كده بعد مستوى جيد في مع هال سيتي، يطلع مثلا يلعب لليفربول بقى. صحيح. خد الخبره بقى في الدوري الانجليزي،
سواء في درجه اولى او ثانيه، واشتغل وبقى لعب بشكل دايم، ظهر مستواه الحقيقي، خد يعني جسمه نشف على الاحتراف، ممكن ينتقل لنادي في درجة أولى في إنجلترا أو في خارج إنجلترا. يعني مش عايزين نقلل من شأن الاحتراف في أندية درجة تانية خارج مصر في أوروبا، لأن دي بداية، لأن احنا برضو الاحتراف عندنا كان برضو بالنسبة لنا مش بقالنا كتير في الاحتراف، لازم نشجع. ما بقللش يا كابتن من الاحتراف في الأندية الدرجة الثانية، لأن الدرجة الثانية بره، لما نتكلم درجة ثانية في إنجلترا فيعني مش عايز أقول درجة أولى في الدوريات العربية عموما، نفس القوة. لكن أنا بتكلم في جزئيه يا كابتن، فين الثقافه بقى اللي بيزرعها فيها كل نادي؟ ما بتكلمش على نادي بعينه، كل نادي بيزرعها في لعيبته، ان انا لما يطلع عندي لعيب زي احمد حجازي سنه صغير ما وقفش احتراف، ولا بالعكس ده انا باهله بالزبط. ان انت تبدا في نادي زي فيرونتينا اللي هو مش نادي من الانديه القمه، لكن في النهايه ممكن يكون مصدر يوصلك لروما مثلا. لما تعرض لنا الاحتراف في النادي الاسماعيلي كنا موجودين ومسؤولين، وافقنا على طول على اساس دي فرصه جيده جدا للولد ولزمايله وكده، غير بقى في احتراف بقى تاني بقى بشكل بقى ان انت وكلاء اللاعبين. وانا بنادي من اولياء الامور دلوقتي ما تسمعوش كلام وكلاء اللاعبين وان اوعى حد يمضي، اوعى، انا بتكلمها بصفه عامه، لان حصلت عندنا حادثه بتاعت محمود وحيد والنادي الاسماعيلي يعني طبعا احتفظ بحقه، انما طبعا الولد لعب في النادي الاسماعيلي ونشأ ولعب، ادوا له فرصه الكابتن عماد والكابتن جابر على اساس ياخد فرصته 3 4 5 ماتشات في الدوري الممتاز. بعد كده اوعى تمضي، احنا حق الاسماعيلي